استلمناها جديدة ورجعنا لها اياها جديدة. هذا المفتاح، وهذه سكارية راح نودعها. هذه موجودة كنيسة بأسكدار. هذا مكان هنا مال كبلات، شوف يقعدون هنا ويباوعون على مضيق البسفور، وهذاك هو جسر البسفور. استلمناها جديدة ورجعنا لها اياها جديدة، واكيد بجهود ابو حسين وابن حسين الذهب ما قصروا ويانا. هذا الغرفة مثل ما استلمناها رجعناها. وهاي الصالة. الثلاجة نظيفة والحمامات نظيفة. طبعا عشنا بيها ايام حلوة. اتذكر اول ما جيت فتحت ذاك الشباك. شوفوا هواية السبح. هاي اخذناها. هذا المفتاح. هسه جاي نشيل الغراض نخليهن بالسيارة. ما قصروا ويانا والله ابو جاسم. والله من نعم منهم. والله عندك ابو حسين وابنه ما قصروا والله، من الصبح لي هسه وياي خطيه، ما خلوا شيء ما سووه. على كلامي حبيبي. من نعم منهم. منذ العراقيين بالضبط. وهذه سكارية راح نودعها. يلا هسه وصلنا، خلينا ننزل الغراض. الله يساعدك ابو جاسم. حبيبي. صباح الخير عليكم، ورجعنا وياكم. شلونكم؟ شخباركم؟ البارحة طبعا ما قدرت اصور لان كنت كلش تعبان بين ما صفطت الغراض، واليوم ان شاء الله راح اشوفكم مدينة اسكدار. هاي طبعا البارحة ذاب ثلج، طبعا الجو ما يشاق اليوم ابد. هذا هنا مشتى. هذا هنا طبعا مطعم موجود، شوفوا شلون حلو. هذه موجودة كنيسة قبالنا، هذه موجودة كنيسة بأسكدار. شوف دذب ثلج بس قليل كلش.
هذاك اصور لكم اياه بفيديو ثاني. هسه ما عندنا وقت، خلي اشوفكم المنطقة هاي هناك تصعد لي فوق. وهذه هي نهاية الشارع، وهذا مقابلنا مضيق البسفور. هذاك الطرف الاوروبي، اذا ردنا نعبر اكو موجوده عبارات، واكو موجوده مترو، واكو موجوده باصات توصلك للطرف الاوروبي. هذا مكان هنا مال كبلات، شوف يقعدون هنا ويباوعون على مضيق البسفور، وهذاك هو جسر البسفور، وهذه هي اسكدار. بالمختصر وحتى ما اطول عليكم، اليوم عندنا شغلتين نحكي بيهن. ليش ما تنصح على العمل في تركيا؟ وليش انتقلت على اسطنبول؟ بالبدايه اللي ما يعرفني، انا اسمي محمد الظالمي، عمري 28 سنه، عراقي، شاعر، وبنفس الوقت اجيد موهبه التمثيل ومواهب ثانيه. قصتي وليش جيت على تركيا موجوده على اليوتيوب، محتوى القناه واضح للجميع. اول ما جيت على تركيا عملت بجهد واشتغلت كثير شغلات وعانيت منهن، بعدها الحمد لله والشكر تخطيت هذه المرحلة وصرت أعمل بمجالات ثانية. هدفي لما اجيت على تركيا ليس للعمل، وإنما اعتبرتها مرحلة انتقالية، وسبق وين وضحت هذا الشيء بالقصة. لذلك ما أشجع على العمل في تركيا، مجرد أنا أقدم لك النصيحة وأنت حياتك الخاصة. أما ليش انتقلت إلى اسطنبول؟ أنا يوتيوبر صانع محتوى، عملي متنقل، وأحب دائما أطور من المحتوى اللي أقدمه. عشت في سكاريا فترة طويلة وكان المفروض أنتقل من زمان، لكن الحمد لله كل شيء بخير، ربنا يقدمه لنا. شكرا لجهودكم ويانا، انتم عائلتنا الثانيه، وتحياتي لكم اخوكم محمد الظالمي، وان شاء الله يستمر دعمكم لنا، وان شاء الله نقدم لكم الافضل، ومع السلامه.